بص خلينا نتكلم بصراحه، مفيش ولا عربيه تستاهل فلوسها دلوقتي. مفيش عربيه في السوق المصري حاليا تستاهل فلوسها ولا واحده، لا صيني ولا كوري ولا ياباني ولا حتى الماني. كله بقى مبالغ فيه ومفيش اي منطقيه في الاسعار. العربيه اللي كانت بنص مليون جنيه بقت بمليون جنيه، اللي كانت عربيه شعبيه بقت بتتباع لك على انها ممنوعات، اللي كانت بتيجي فول اوبشن دلوقتي تجهيزاتها زفت. ويجي التاجر في الاخر يقول لك السوق هو السبب. لا يا باشا، السوق انت اللي عملته. احنا للاسف بقينا بنشتري اللي متاح مش اللي احنا عايزينه. ناس بتدفع دم قلبها عشان يا دوب تركب عربيه مش مقتنعه بيها اساسا، والناس اللي عندها عربيات قديمه بقت شايفه نفسها محظوظه انها يا دوب عندها عربيه. ويجي يقول لك السوق بيتحسن لمين؟ للتوكيلات اللي بتكسب اضعاف ثمن العربيه، ولا للتجار اللي بيلعبوا في الاوفر برايس كانه بورصه، ولا للمشتري اللي سلم خلاص بالامر الواقع؟ احنا عايشين في اكبر كذبه اسمها السوق بيتظبط، بس الحقيقه ان مفيش اي عربيه تستاهل ثمنها، واللي بيقول غير كده يا اما جاهل يا اما مستفيد. بس يمكن الحقيقه دي اغلى من اي عربيه دلوقتي، لان مشكلتنا مش في العربيات، مشكلتنا في الناس اللي بتشتري لحد دلوقتي وهي فاكره انها بتشتري عربيه قيمه مقابل سعر، لكن للاسف هي بتشتري هوا. اعمل فولو لو لسه بتفكر بعقلك مش بالاعلانات.